السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. نرحب بكم كامل، نقول لكم مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. رجعت لكم فيديو جديد متنوع فيه وصفات وفيه حاجات بزاف. إن شاء الله راح يكون خاطركم واسع وتكملوا المحتوى تاع الفيديو للآخر هكذايا باش تشوفوا الوصفات اللي فيه ولا الأفكار اللي قدمناهم فيه. حبيت نشارككم هذا الروتين اللي كان ديجا مصور كما راكم تشوفوا هنايا. وائل مسكين تكسر من يده، تكسر في السبور، ربي ان شاء الله يشافيه ويعافيه. ولكن هذا الفيديو كما مداري نقول لكم راهو مصور من قبل، دوكاتيك الحمد لله راهو نحى البلاط، لكن هذا الفيديو كان مصور ايا قلت نشارك الاخوات به. هذه هي يعني كي تشوفوا الشتاء وهذاك البرد وتاني تشوفوا مروه راهي مغلفه بالكاشني، اعرفوا بلي هكذا فيديو قديم. كما قلت لكم مرات نصور هكذايا فيديوهات متنوعه، ولكن ما يساعدنيش هكذا الحال باش ندير لهم حتى الاوديو تالمو ولا شغل المشاغل تاعي بزاف، الله المستعان. هذا ما كان وليت باش ندير مونتاج ونحط صوتي على الفيديوهات تاعي، والله ما يكفيني الوقت. المهم قلت بركات عليا الغيبه، ان شاء الله يعطيني ربي القدره وندير هذا الفيديو ولا فيديوهات واحد اخرين، والحمد لله مطيتو وشاركت معكم الافكار. هنا راني نشوف هذوك الفلافل صراحه، يعني هاد الشوا تاع الاكل السوري ولا جاني بنين، لكن هاد الفلافل انا كليتهم ديجا في مصر مقرمشين وبنان بزاف بزاف. ما عجبونيش يعني في الجو ديالهم الداخل، حسيتهم هكذايا معجنين، خاصه كي ناكلوا الحاجه في المكان تاعها الاصلي. انا كليتها في مصر ودوكاتي كي كليتها هنايا حسيت بهذاك الفرق الكبير، يعني ماشي كامل مقرمشه كيما لازم تكون هذيك الحبه تاع الفلافل. المهم خياتي مكملين في الفقرات تاعنا ومكملين في الفيديو المتنوع، ودوكاتي كنجوزو نشوفوا هاد المقلاة الهوائيه الاكثر من رائعه. لونها بزاف بزاف شباب، الشكل تاعها مميز، الماركه تاعها ممتازه، الماركه تاعها ملتي سمارت، يعني هاد الماركه الاكثر من رائعه. شوفوا هنا يا خياتي عندنا ريكلاج فيها، عندها حتى 200 درجة، وعندنا هذوك الماكلة اللي تطيب داخل المقلاة الهوائية، كل وحدة عندها درجة الحرارة والوقت اللي تطيب فيه. يعني هكذا المرأة اللي ما تعرفش تستعمل هذه المقلاة الهوائية تخزر في التصويرة وتشوف شحال رايحه دير لها درجه الحراره وشحال حتاخد لها وقت في الطياب، يعني حتساعدها بزاف بزاف. وكما قلت لكم الاستعمال تاعها سهل. الناس اللي تحير واش طيب في المقلاة الهوائيه، نقول لكم خياتي المقلاة الهوائيه ولات دوكاتي كيما الفرن، تقدري طيبي فيها شحال من حاجه، ابتداء من المطلوح، تقدري طيبي فيها تانية البيتزا، تقدري طيبي فيها المادلان، الموسكوتشو، تشوي فيها الفلفل والطماطيش، تشوي فيها الباذنجان، تحمري فيها الدجاج والتحمر تاعها ممتاز. تقدري كيما انا راني طيبت فيها فوندون بالشوكولا، يعني تقدري طيبي فيها حاجات بزاف بزاف، يعني ابال الحاجات اللي معروفين كيما البطاطا ولا يعني كل الحاجات تقدري ديريها لداخل، ديري فيها الحوت يعني كيما هذه، تحطيها في الطرف ماهيش حتاخد لك بلاصه كبيره، وتستعمليها من غير ما تمرمدي كامل الحاله ديالك. وخاصه الناس اللي تحب تاكل اكل صحي من غير زيت، هذيك البطاطا المقليه تقدري ديري لها هكذايا شغل شويه زيت من غير فابرك، تدهنيها شويه تاع الملح وانتيا فريتيها. مده الضمان تاعها راهي هكذايا 24 شهر، معناتها عامين، وترفد 4.2 لتر. الله يبارك، بويسونت، تخدم تخي بيان. اصلا انا هاد الماركه نحبها بزاف بزاف باسكو كامل لي برودوي تاعها ممتازين وبكل امانه خياتي. تطلبوها خياتي هاد المقلاة الهوائيه من نيميرو التليفون اللي راهو خارج لكم على الشاشه وفي صندوق الوصف. نزيد نخلي لكم السيت تاع نوصل لك بوان شوب، زائد الصفحه تاع الفيسبوك تاعها، هكذايا راكو رايحين تطلبوا المنتوج. هاد المقلاة الهوائيه خياتي السعر تاعها 2,250,000 الف، التوصيل تاعها مجاني لجميع الولايات، والدفع حاجه بينه عند الاستلام. عمالة اللي راهي حابه هاد المقلاة ما عليها غير تتصل على هاد الارقام تاع الهاتف، وهكذايا المنتوج يوصلها لغايه باب المنزل. وحاجه بينه راهي رايحه تنحي عليك غمه كبيره في هدايا رمضان وتنحي عليك هذيك تحرحر. كيما راكو تشوفوا خياتي كاين هاد اللون الابيض ونورمالمون فيها اللون الكحل، انا عجبتني هاد البيضه بزاف بزاف. وتاني ربما الناس اللي تحب الكحله تاني راهي متوفره، وزيدوا شوفوا الصفحه تاعو راهو عنده حاجات بزاف، ربما راهم رايحين يعجبوكم. مكملين خياتي في الفقرات تاعنا، ودوكاتي كنجوزو نوجدوا فوندون بالشوكولا. في ريسيبيون حطيت 100 غرام تاع الزبده، عندي هنايا اوبتيلا بدوق الحليب، واللي حبت شوكولا سوداء
تقدر دير اوبتيلا سوداء. عندي هنايا 120 غرام تاع الاوبتيلا، درتهم داخل الميكرووند مع هذيك الزبده حتى هكذايا دابو. خلطتهم شويه بالمغرفه. عندي 3 مغارف كبار معمرين تاع السكر، قريصه تاع الملح. نقعد نخلط هكذايا وندير هنايا حبه تاع البيض، ومن المستحسن نديرو صفار تاع بيضه. انايا زربت يدي رميت كامل هذيك البيضه، لكن من المستحسن نتوما ديروا بيضه زائد صفر. كيما راكم تشوفوا هنا درت حوالي 40 غرام تاع الفرينه، ما يعادل 2 مغارف هكذا كبار تاع الماكله. خلطتهم كيما راكم تشوفوا. عندي هنايا هاد الاكواب الورقيه، ولا ديروا اي حاجه عندكم، تقدروا ديروا لي غام كان هذوك تاع الزجاج، يعني ماشي شرط. انا المهم درت فيه هادو ما دهنتهم بالزبده، غبرتهم شويه بالكاكاو. وكيما راكم تشوفوا شديت هاد لالوش وراني نعمر هذاك الميلونج داخل هاد الكوب الورقي. نعمرو نص برك، من بعد نزيدوا له شويه تاع اوبتيلا بذوق نوازات هكذا، نديروها لداخل حوالي نصف مغرفه هكذا صغيره. تقدروا ديروا تاني حبيبه تاع شوكولا هذيك اللي تسيح مليح تزيدوها لداخل. انا كانوا عندي حبيبات تاع الميلكا، غطست حبيبه داخل كل هكذايا كوب ورقي. كما راكم تشوفوا رجليتها على 30 درجه مده 100 درجه الحراره 160، ودرت لها الوقت 30 دقيقه. درت هذوك الاكواب داخل هذيك المقله الهوائيه، وكما راكم تشوفوا راني نطيب فيهم يطيبوا من اروع ما يكون. قبل ما طيبت هاد الفوندون شعلت هاد المقلاة الهوائيه حوالي 2 دقائق هكذايا من قبل، بيد ما عمرت هاد الاكواب الورقيه ودرتهم لداخل. كانت سخنت شويه. هاوليك الشكل تاعهم النهائي. الفوندون بالشوكولا لازم له دائما لي غلاس يترافق معاه. انا ما كانش عندي، يعني زينته بالحاجه اللي كانت موجوده عندي. رشيت عليه من الفوق شويه تاع سكر غلاس، هذايا كما يقولوا اوبليغاتوار. وتانيت لازم ينتكل وهو سخون، ما نخلوش هذاك الفوندون حتى يبرد وشغل يشد روحه. هي هاد الوصفات تنتكل سخونه، ما تنتكلش كيما الحلوى ولا كيما الديسير بارد. لازم يتنحى هكذايا من الفرن يتقدم وهو ساخن. علاش يديروا معاه هذاك القطعه تاع لي كلاص. المهم خياتي زينتو كيما شفتوا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. وهنايا جست قليت حبيبات تاع البطاطا، تبلت شويه تاع لي زيسكالوب باش نديرهم تاني داخل المقلاة الهوائيه. البطاطا دائما كي نقلوها خياتي ندهنوها هكذا بشويه تاع الزيت حوالي مغرفه، نرشوها بشويه تاع الملح باش نديروها داخل هذيك المقلاة الهوائيه. ومن المستحسن كي نديروا هذيك البطاطا خطره على خطره نقلبوها، خطره ولا زوج ننفضوها نخلطوها هكذايا بهذيك المقلاة باش تتوزع الحراره كامل عليها وتطيب مليح. نفس الشيء هاد لي زيسكالوب اللي تبلتهم رشيت عليهم قطيرات تاع الزيت شويه من الفوق برك. ولا حبيتوهم صحيين كتر تقدروا ديروا هذيك، تستغناو على هذيك المغرفه تاع الزيت وتخلوهم يطيبوا هكذاك وحدهم. بعد ما طابوا على الوجه الاولاني قلبتهم على الوجه الثاني، وهذا هو الشكل تاعهم. نتوما تتحكموا فيهم، يا يجوكم هكذا شويه حموره، لا حبيتوهم شويه صفوره، هذا راهو راجع لكم. خياتي مكملين في الفقرات تاعنا، ومكملين في الفيديو المتنوع تاعنا، ومكملين في الروتين تاعنا اللي راهو كامل حيويه ونشاط. هذا الفيديو راهو فيه من الشتاء، فيه كان الحال صاحي شويه، كان الحال شويه مسحب. وللامانه خياتي وبكل مصداقيه هذا الفيديو ما راهوش مصور في نهار واحد. كي كنت قاعده في الدار كان يكفيني الوقت نبدا النهار معاكم من الصباح حتى العشيه، يعني من قهوه الصباح للشغلي، واش نطيب الفطور، واش نطيب القهوه. المهم اخترت ندير حاجه تصدقوني والله ما ولا يكفيني الوقت كامل باش نصور هذوك المقاطع. اخترت ماذا بيا نزرب باش نكمل، والتصوير يضيع وقت طويل. تقعدي انت تصوري شغل الحاجه اللي تخدميها في نص ساعه راكي حتخدميها في ساعه. المهم راني نخدم في هذوك الشغالات تاعي، راني نسيي نشد ليكيليبر كما يقولوا قد ما نقدر وزياده. ماذا بيا الدنيا تاعي ما تتخرب الشغل، نسيطر على هذيك الحاله. ماذا بيا اللي نجبدها نرجعها لبلاصتها، ما نخليش الحوايج يتلموا عليا، ما نخليش كما نقولوا الدنيا هكذايا مخروبه. خاصه انا كما مداري نقول لكم وليتو بزاف تعرفوني باللي نحب الحاجه كي تكون منظمه. يعني انا ماذا بيا كل حاجه نرجعها بلاصتها، نخدمها هكذايا بالطبع. حتى ولا ما لحقتش يا سيدي وجبت وغسلت حيوط ولا فرزت، مي كي نخدموا كل يوم ونخدموا هكذايا بالطبع اللي نخدموها نرتبوها في بلاصتها، ما راهيش الدنيا رايحه اكيد تتخلط علينا. انا راني حابه هاد لي بلاكار اللي راكو تشوفوا فيهم، يعني والله غير راهم مقيقيين. مي والفت هذاك التوسويس اللي ما عنده حتى معنى.
نعاود نجبد هذيك الدنيا كامل ونعاود نمسحها الى ربي اعطانا الصحه والعمر والقدره نخدموها على هلاله قبل شهر رمضان المبارك. ولا ما كانتش كما نقولوا الفرصه ولا الوقت يسمح، واش عليه نكملوا نطبعوا بها كما راهي. وهكذا يا ربما ليامات هذوك تاع العيد نفرزوا هذيك الفرزه بالطبع ونقيو دنيتنا. كما مداري نقول لكم كي تخدموا كل حاجه في وقتها وتخدموا جهه بجهه قجر بقجر بلاكار ببلاكار، اكيد ما راهيش رايحه الدنيا تحسوها راهي تخلع ولا هكذايا شغل راهي شغل مخلطه بزياده. انا هاد الدوزان اللي نشريهم تاع الحلوه وكامل دايرت لهم هاد الباطه اللي جايه هكذايا بالغطيوه ندير فيها هاد البايط صغار. على بالكم هاد البايط صغار الا رميناهم كل وحده داخل بلاكار حيديروا لنا شغل كركبه. ولكن كي نحكموا هكذا باطه كبيره ونديروا فيها هاد الامور الصغيورين حنا حنجمعوهم في بلاصه. دوك كيما هاد الباطه راني دايره فيها الدوزان الخاصين بالحلوه. الحاجه اللي نشريها هكذا نفرخها داخل الباطه ونعمرها لداخل نغطيها تقعد مقيقيه راني محضره عليها. وتاني كي نجبد دوزان تاع الحلوه نجبد هاد الباطه نصيب فيها كلش. يعني افكار صغيره تقدر دير لنا تنظيم كبير في الدار. حتى يعني السعر ولا الثمن تاع هاد البايط ما راهوش هذاك السعر المرتفع. وتاني كي تشريهم اون فوا ما رايحين يصرى لهم حتى حاجه. هاد البايط يعني نورمالمون دوك ما راهمش ديسپونيبل بزاف. انا كانوا عندي عندهم مده طويله يعني غير ما خرجوا هكذا شريتهم. ولكن يقعدوا هما على حالهم. شوفوا هذاك التوسويس نجبدهم نعاود نرجعهم حتى استفتهم بالطريقه اللي حبيت. عندي تاني هاد البطاطا الثانيه فيها هادوما شغل هادوك لي مول تاع 26 هادوك شغل سكريات اللي يشبهوا لي فيغين هادوما الصغيورين اللي شغل يقلقوا لو كان ستفوهم هكذايا في بلاصه في داخل البلاكار. عمرتهم كامل داخل هاد الباطا وحطيتهم في البلاكار هكذايا في الطرف دايره كوتي دايره فيه هاد السليلات يعني. ورتبتهم يقعدوا مقيقين ومنظمين داخل البلاكار. كي نفتحوا هذاك البلاكار تاعنا تكون كل حاجه في بلاصتها حتى هكذايا قلبنا ينشرح كي تكون هذيك الدنيا مخمله. عندي هذا الكارني اللي شغل لازم يكون في الكوزينه مع هذاك ستيلو الحاجات المهمين اللي خصوني دائما نكتبهم هكذايا. كي يروح المسيو يقضي نعطيلو هذيك لا ليست ويجيبها لي. وهنا يا خياتي نجوزو نشوفوا هاد الجباب الخاصين باليمات وبنتها. هاد الجباب اللي دارتهم كنز الكنوز اللي دائما نلبس من الجباب تاعها صراحه خدمتها بزاف بزاف شابه. وهاد الخطره دارت هاد الموديل اللي يكون من الفوق قطيفه ومن تحت دونتيل. صراحه هذيك لا دونتيل خفيفه شابه بزاف بزاف يعني. هما هكذا كي تشوفوهم خاصه اللون الاسود ما راهوش رايح يبان هكذايا في التصوير مليح. ولكن قدامكم شكل تاني كامل من تحت. شوفوا هنا حبيت نقرب لكم القطيفه من تحت كيفاش جايه هكذا متلوقه شابه بزاف بزاف هايله كما راكم تشوفوا فيها. جايه حنينه ماشي هذيك لا دونتيل اللي تجي هكذايا واقفه. نورمالمون اسمها قطيفه الهواء ولا شغل لا دونتيل تاع الهواء هكذايا شغل اسم قالته لي هذاك الاسم وانا شويه نسايه. المهم الشكل تاعها كما راكم تشوفوا فيه ممتاز. حتى يديها جايين من هاد لا دونتيل بزاف بزاف حلوه وشابه. اللي راهي مهتمه وراهم عاجبينها هاد الجبب نيميرو تليفون تاع كنز الكنوز راهو في لاكارت فيزيت. دوكاتيك راني رايحه ندير لكم زوم عليه هكذايا تعيطوا لها وتانيت تطلبوا من عندها هاد الجبه. سواء حبيتي هكذا الجبه مع الكبيره مع وحده صغيره ولا حبيتي الجبه ليك فقط. هذا راهو تانيت حسب الرغبه ديالك. وتانيت الناس اللي يعني تسكن هنايا في لي زونفيرون ولا راهي حابه تزور هكذايا المحل تاع كنز الكنوز راهو في التريولي كيما هذيك الرومبوان. عيطوا لها في نيميرو تليفون راهي رايحه توصف لكم المكان هكذايا بالضبط. تاني تشوفوا الكوليكسيون اللي عندها سواء هذه اللي راهي خيطتها جديده ولا الحاجات اللي راهم متوفرين عندها في الحانوت وتبيعهم. اكيد راكم رايحين تقتنيوا الحاجه اللي راكم حابينها. وتانيت تدير توصيل لجميع الولايات 58 ولايه اللي عجبها المنتوج حاجه باينه تعيط في التليفون. وتاني راهي رايحه تطلب الحاجه الدفع راهو رايح يكون عند الاستلام. مكملين خياتي في الفقرات تاعنا في الفيديو المتنوع. انا هذا الفيديو كما قلت لكم كان من الاول انا ضربت في دار خويا واحد 3 ايام بصح ما صورت حتى حاجه. حتى نهار الاخراني كي كنت جايه فيه هي قلت نصور شويه. المهم يعطيهم الصحه وربي يحفظهم كامل. نقولها الاسماء الماكله تاعك هذيك بزاف بزاف بنينه صراحه يعني راني راطيت كيما صورت الماكله ديالك. تاني مرت خويا يعطيها الصحه الماكله كامل اللي طيبتها الله يعطيها الف صحه.
هنا كان عندنا كما راكم تشوفوا باذنجان مشوي، فلفل، كانت عندنا دولمه وشلاطه تاع الورق، يعني هذاك الاكل اليومي العادي. المهم كلينا وقصرنا وضحكنا، ومن بعد كل واحد رجع لدارو، ربي يهني كل واحد في دارو. هذا ما كان. المره الجايه كي نزيد نروح نشارككم ان شاء الله هكذايا لقطات اكثر. كما قلت لكم هذه المره ما صورت حتى حاجه، سي بور سا ما شاركتكمش هكذايا لقطات بزاف. المهم ربي يدومها النعمه. هنا كامل ولاد خويا، بنات خويا، حنايا الخواتات، نسا خاوتي، تلمينا كامل، كلينا وضحكنا وقصرنا. وربي ان شاء الله يجعل هذا عامل دايما بالخير، امين يا رب العالمين. كما قلت لكم خياتي، الفيديوهات تاعي راني كل مره نصور شويه باش هكذايا نقدر نلم لكم هذاك الفيديو طويل عريض اللي تنحوا به، كما يقول لك هذاك الوحش اللي قتل الجحش. هنا يا خياتي نرجعوا للصالون تاع تجميل تاع بنت القصبه، ونهضروا على البروموسيون اللي قلت لكم عليه هذيك المره. قلت لكم خيروا الحاجه اللي راكم حابين ندير عليها بروموسيون واللي شفت فيها تعليقات بزاف، هي اللي حنديرها لكم بروموسيون. الله يبارك اخوات بزاف كانوا حابين نيتواياج دو بو، حاجه واحده اخرى يعني قلال، ولكن نيتواياج دو بو كان خايد حصه الاسد. كان تعليق ديجا واحد فيه هكذاك الجام تقريبا اكثر من 60، والناس بزاف تقول لي نوال ديري لنا نيتواياج دو بو، نيتواياج دو بو. المهم خياتي كما قلت لكم راني حندير لكم ان شاء الله نيتواياج دو بو. عندنا لي دغا فاسيال، عندنا تانيت تنظيف الوجه العادي، عندنا التقشير الماسي اللي فيه نيتواياج دو بو زائد تقشير الماسي. الناس اللي عندهم لي تاش بغون، الناس اللي عندهم هذوك شغل هالات سوداء، يعني هي ما تتنحاش للامانه في سيونس وحده. رانا رايحين، هذا هو الجهاز تاع الديرمابغازيون اللي فيه تقشير الماسي. نقشروا بهاد لي بياس اللي فيهم لي شوت تاع ديامون، هذوك هما اللي نقشروا بهم هكذايا الوجه، وافيك لو طون راهو رايح يتنحاو هذوك لي تاش بغون اللي يكونوا في الوجه، خاصه الناس اللي عندهم هكذاك الكنف بصح ما يتنحاش كما نقولوا حنايا في جلسه واحده. انت تشوفي الفرق من جلسه واحده. عندنا هذا الجهاز تاع لي دغا فاسيال، هذا هو تنظيف البشره العميق، فيه زوج في واحد. عندنا تنظيف البشره العادي زائد نخدموا بلي برودوي تاع لي دغا فاسيال، زائد ثانيت كما نقولوا لي سيروم زياده، لي كريم زياده. عندنا جلسه يعني طويله الله يبارك اللي نظفوا الوجه تنظيف عميق حتى هذاك الوجه يرجع يبري. واخوات بزاف بزاف داروا عندنا نيتواياج دو بو ولا لي دغا فاسيال، يعني خرجت النتيجه من اروع ما يكون، كامل يخرجوا فرحانين. انا رايحين نديروا فيه تخفيض 50% بما انه كان مطلوب وبكثره خياتي. ان شاء الله راكم رايحين كامل تستفادوا من هذا العرض هكذايا وتكونوا فرحانين. الناس اللي كان في قلبهم كما قالوا لي ودائما يقولوا لي كان في قلبنا يعني وما سنحتلناش الفرصه باش نديروا هذاك النيتواياج دو بو، هما لا راني عاودته لكم ودرت لكم فيه خياتي تخفيض 50% هكذايا كامل. ان شاء الله راكم رايحين تستفادوا منه. نخدموه بلاغام تاع اسبانيا، من لي ديماكيون حتى للكريم ادغاتونت، الماسك، الغوماج، يعني كامل. وكل انسان يعني حنديروا له لي برودوي على حساب البشره ديالو، سواء البشره الجافه ولا الحساسه ولا الزيتيه ولا الدهنيه كما يقولوا. المهم كل واحد راهو رايح يصيب لاغام اللي تساعد البشره ديالو. حياتي هاد المره رانا درنا على نيتواياج دو بو 50%، وكنت ديجا راني دارت لكم على الكيراتين والبروتيين ولا البوتوكس ولا الفيلر، كنت دارت لكم تاني تاع لي خياتي 30% تاع تخفيضات. هما لا استفادوا هاد المره بهاد زوج عروض، والمره الجايه بحول الله وان شاء الله في فرصه واحده اخرى رانا رايحين نزيدوا نديروا عروض خاصه، وان شاء الله كامل كل وحده راهي في قلبها حاجه تقدر هكذايا ديرها. خياتي تاخذوا الرونديفو من نيميرو تليفون اللي كان خارج لكم على الشاشه، تاخذوا به الرونديفو، تجوز كل وحده في الوقت تاعها هكذايا خير وخير. الاتصال يكون من 9 تاع الصباح ل4 تاع العشيه ولا ل5، من بعد التليفون يتغلق وما نجاوبوش على المكالمات. هادو هما خياتي. وهنايا مكمله في الفقرات تاعي ومكمله في الفيديو تاعي المتنوع. ودوكا قلت ندير هاد الخبيزات نديرهم العشاء. شوفوا هنايا حطيت هاد الدانتاشي، درت له زوج مغارف صغار تاع الخبز مرحي، شويه معدنوس، شويه ملح، شويه كركم، وشويه سكنجبير، شويه فلفل كحل. درتهم كامل هكذايا خبيزات وبسطتهم ودرت لهم شويه تاع الزيت، حطيتهم فوق بابي كويسون ودخلتهم هكذايا للفرن باش يتحمروا لي شويه، ونجوز ندير بهم
هاد لي ساندويتش ديروا تانيت هذاك الدنداش تجوزوه في المقله الا ما حبيتوش ديروه في الفرن، ولكن في الفرن صدقوني يجوا هكذايا خفاف ويحافظوا تانيت على هذيك لا فورم ديالهم. الخبيزات خياتي تحبوا تشروهم، راني دايره يعني وصفات بزاف. شوفوا مروه راهي تسرق لي في الخيار. هي ما تاكلش كامل الخضره، ما تاكل خضره، ما تاكل فاكهه، مهبلتني بصح عندها الخيار وعندها فلفل حلو خضر، هادو هما اللي تحب تاكلهم. قولها راكي كي القنينه ولا هذيك الزروديه. المهم هادوك الخبيزات قطعت وحده على زوج كما راكم تشوفوا، قليت شويه تاع البطاطا، ستفتها هكذايا من الفوق، ديروا هكذايا طبقه. تقدروا ديروا الاضافات اللي راكو حابينهم. انا صراحه سلكت روحي هكذايا بهم للعشاء، وكان الحال هاد اليامات شويه سخون. شغل هاد لي ساندويتش والمو مع هذاك الحال اللي كان سخون. درت هاد الوريقات تاع شلاضه مع هذيك شويه تاع البطاطا، من بعد هاد لي سلايس هادوما تاع الفرماج كما راكم تشوفوا مربعات، وزدت درت من الفوق هاد الخبيزات اللي درتهم هكذايا جاو صراحه بزاف بنان. حتى هذيك التتبيله اللي درت لهم تاني شويه توابل تاع شاورما جاو بزاف بنان، وحطيتهم هكذايا من الفوق وتزيدوا لهم طماطيش، وزدت غلفتهم هكذايا بتانيت وحده تاع فرماج، وغلقت عليهم كامل وقدمتهم هكذا للعائله بالصحه والهنا. خياتي كان هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم المتنوع، راهو طويل الله يبارك فيه قريب 22 دقيقه. ان شاء الله يكون عجبكم المحتوى تاع الفيديو تاع نهار اليوم. انا نقول لكم استناوني في فيديو جديد بحول الله السمانه الجايه الا كنا من الحيين، فقرات جدد، وصفات جدد، وروتين جديد عفوا. من لذاك النهار ما عليا غير نقول لكم تهلاو لي في روحكم، تهلاو لي في صحتكم، وتبقاو على خير يا وجوه الخير.